السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وحباتي، عاملين ايه؟ أخباركم؟ يلا بينا مع الجزء الثاني من جزء الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. خلق الله تعالى الماء، هي سبب كل وجود شيء حي. خلق من الماء كل شيء حي، الإنسان، النبات، الحيوان. طبعا الإنسان بيستخدم المياه في الشراب والطهارة. طب ازاي نحافظ على المياه؟ أن أشكر الله تعالى على نعمة المياه وأن لا نسرف فيها. في مرة من المرات مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا الإسراف؟ قال سعد: أفي الوضوء الإسراف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت على نهر جاري لا تسرف. يعني معنى كده الحفاظ على المياه أمر مهم. طب المياه اللي عندي ايه هي مصادرها؟ مصادر المياه الأمطار، الآبار والعيون، الأنهار والبحار. طيب امتى أعرف إن المياه دي لو اختلط عليها ايه ما تكونش طاهرة أو ما تكونش صالحة للطهارة؟ اللي هي لا أعرف إن هي مياه طاهرة لما يتغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها، زي لو اختلطنا بالصابون، ما احنا بنتطهر بالصابون. لكن شيء غير طاهر، ايه شيء غير طاهر؟ شيء غير طاهر اللي هو لو حاجة اختلطت بالمية تتغير لونها او طعمها او ريحتها ولا يصلح التطهر بها، يبقى دي اسمها الماء الايه؟ النجس. والماء النجس هو الماء الذي يتغير لونه او طعمه او رائحته. في الحالة دي ما ينفعش ان احنا نتوضى بيها، بالعكس احنا كده بنحط امراض وبنحط نجاسة على جسمنا. سلام، الى حلقة قادمة من حلقات الطهارة. سلام.